السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم شوية من يوميات مطبخ زكية وهنعمل غدا. لو عجبتكم القناة متنسوش تضغطوا على زر الاشتراك اللي تحت الفيديو وتعملوا لايك. النهاردة هنعمل فكرة الغدا بتاعتنا، هنعمل مسقعة باللحمة المفرومة وهنعمل مكرونة. خد الفكرة وجربها بكرة، الواحد بيبقى محتار يعمل غدا ايه، فدي مجرد افكار يعني. ان شاء الله هبدأ انزل في قناتي الغدا، الوجبات، يعني ناخد افكار من بعض كده. النهارده جبت اللحمه المفرومه اعصجها عشان المسقعه. جبت اللحمه وحطيت عليها البهارات بتاعتها، اللي هو ملح وفلفل اسمر وكزبره وشويه قرفه، بصلتين كبار وقرنين فلفل يدولها طعم. طبعا يشوحوا مع بعض واغطيها واسيبها على جنب. هنا بعد ما اتشوحت بحط عليها معلقتين صلصه واحط عليها كوبايتين ميه واسيبها مع نفسها كده تاخد لها غلوتين. تبقى اكتر الستات البيوت محتاره تطبخ ايه، فندي بعض افكار كده. على فكره مش معنى ان اللي عامله قناه ما بتفرجش على روتينات، انا برضو بتفرج على روتينات وبشوف ناس كتير على على اليوتيوب، بشوفهم عاملين طبخين النهارده، بشوف افكارهم ايه، فبنشجع بعض كده وناخد افكار من بعض. مش معنى كده ان انتوا مبتعرفوش تطبخ، لا كلنا بنعرف نطبخ، بس بنختلف في طريقه كل واحد عن التاني بس مش اكتر. هنا معانا البدنجان قشر طبعا، احط عليه معلقه ملح عشان يسرد اي ميه فيه وما يشربش زيت كتير. هقلبه طبعا تقلبتين كده واحط له شويه ملح كمان. وطبعا خلطت البطاطس قطع صغيره كده لان هشوحها في الزيت، هشوح كل حاجه، هشوح البطاطس وهشوح البتنجان. طبعا البتنجان احمره وهشوح البطاطس والفلفل الاخضر، هشوح برضو تشويح كده. هنا اللحمه بعد طبعا ما غلت هطلعها اهوت نسيبها على جنب بقى، وهنشوح كل حاجه مع الخضار معانا. شوحنا البطاطس هنا على ما اشوح الخضار البطاطس الاول احطها الاول عشان البرنجان بيغمق الزيت، فنشوح البطاطس الاول. وهنا على الجنب التاني هجيب المكرونه بتاعتي، انا بحمرها ما بسلقهاش، شويه زيت وبحمرها كده، اسيبها على النار شويه واقعد اقلب فيها. وبعدين بضيف لها بقى الصلصه عادي، هضيف لها هنا من عندي من صلصه اللحمه المفرومه اللي احنا سايبينها دي، جبت منها شويه هما واكملها صلصه واحط بقيتها ميه. العقد بتاعها بيبقى المتحمره، بيبقى العقد بتاعها الميه بيبقى قدها بالظبط، يعني قصاد بعض عشان ما تعجنش منك ولا تطلع مش مستوي. هنحط الميه تبقى قصاد بعض بالظبط، بيبقى طعمها جميل جدا بالشكل ده. احط مكعب مرق بس عشان يظبط لي الاداء كده وبيديلها طعم حلو. واغطيها واسيبها تستوي براحتها، واول ما تنشف احط عليها. وكده خلصنا من المكرونه. هنا المكرونه بعد ما استوت اهي هسيبها ترد بقى على نار هاديه جدا. طبعا طعمها خرافه، معموله باللحمه المفرومه، وغير كده السوي بتاعها كويس جدا. اعملوها بالطريقه ديت بس ان شاء الله وهتطلع كويسه خالص. جبت بقى بعد ما شوحت كل الخضار، حطيت طبقه لحمه مفرومه تحت، وحطيت البطاطس والفلفل والبدنجان، واحط باقي اللحمه المفرومه عليها. احط لها كوبايتين ميه واسيبها تغلي على البوتاجاز، وبعدين هدخلها بقى تاخد لها وش في الفرن كده، بس بعد ما تغلي على البوتاجاز الاول. طبعا ما تنسوش تدعموني وتعملوا لايك وشير للقناة. طبعا القناة بتاعتي لسه مبتدئة، فيمكن الواحد ملبوخ شوية او لسه يعني بيمنتج بقى، لسه في عنده شوية حرك شوية، فشوية شوية ان شاء الله القناة بتاعتي لما تكبر ان شاء الله بإذن الله الواحد هيتعود ويبدأ الفيديو بتاعته احسن من كده كمان. بس ما تنسوش تشجعوني. الفيديو لوحده بالخلطة التتبيلة لان دي عندي متبل وفي التفريزات بتاعت الفريزر. فطبعا الطاجن بعد ما طلع يبقى شكله والله خرافة، يعني ما شاء الله كان طعمه زي العسل. ده كان غدانا النهاردة، طاجن المسقعة والبانيه والترشة ومكرونة باللحمة المفرومة. سلام.